كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة باجتنابها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها على الغاية من جميع الخيرات في الحياة والعمل إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلك والبرد والثلج من الخطايا مما خطاهم لنا واعطهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وخيرا من هذا القبر وعذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa maka berakhir acara kita pada hari ini. Sebelum saya sebagai moderator dari hari pertama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada ibu-ibu karena mungkin dalam saya bawa acara ini ada kurangan dan kelebihan. Maklumlah manusia kita ini banyak kurangan dan kelebihan. Saya juga mengharap sekali lagi, walaupun hari ini kita hari terakhir yaitu hari perpisahan, tapi janganlah dianggap perpisahan ini diibaratkan perpisahan seperti batu. Karena kalau diibaratkan perpisahan seperti batu, kita pasti tidak akan jumpa kembali. Tapi anggaplah perpisahan ini sebagai seperti air dengan air, walaupun ada di paling ujung sana, tetapi kita tetap berjumpa di kualang ataupun di muara. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Adian ASAMA dan selanjutnya Kasnawiyah. Selanjutnya Asmari ada.